السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوان؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. عشاق لعبة كلاش أوف كلانز، رجعت لكم اليوم مقطع جديد، مقطع أسطوري عن هذه اللعبة. مقطع اليوم عبارة عن التساون 8 يمسح التساون 16 بكل جدارة. استراتيجية غريبة جدا، تمسح التساون 16 ماكس بطريقة غريبة جدا. قبل بداية الفيديو لايك واشتراك، وراح ننطلق على الهجمة. يلا ليتس جو. الجيش هو جيش التاون 8 بدون نقاش. شوف، ينزل الدعم وينزل خلفه غضب. الدعم أخذ تلميذ الآمر حتى يدمر الجهة اليسرى ناحية الانفيرنو سينكل. ينزل مناطيد على المنجنيق ويحط الملك على مع خاصية الكرة الشائكة، وينزل خلفه هيلر حتى يدمر الجهة الثانية. هجمة رائعة. هذا اللاعب الأجنبي المحترف متعنا بهجماته كتير. شوف الملك خلفه 2 هيلر، راح يحط غضب خلف البالونات حتى يدمر مدفعية النسر والبرج، برج النار والمونوليت. باقي التاون راح ياخد 14 حرامي حتى يدمر التاون. ينزل تنين خلفه المينيون لتدمير برج الأرشر. هجمة مدروسة، يحاول يفعل، يلا فعل اختفاء مع غضب للحرامي. يدمر التاون ويخرج بسرعة حتى يجيب المستخرجات والمخازن بسرعة كتير، لا يفوت الوقت. باقي معه برق، ايش راح يعمل بالبرق؟ شوف تلميذ الآمر رايح على الانفيرنو المتعدد، والملك داخل على الوسط. أتوقع أنه البرق راح يدمر به أماكن الملوك. باقي التنين وشوية بالونات. يدمر فعلا، دمر أماكن الملوك حتى الجيش ما يدخل الوسط لأنه راح يودع. شوف تلميذ الآمر أدى دور كبير، والملك هو الآخر على اليمين راح يروح على برج الوزرد، برج الساحر. شوف القوس شد. تلميذ الآمر راح يحاول يحط اختفاء، فعلا اختفاء، والمنطاد يجيبوا القوس، وراح تكون هجمة 100%. الملك يدمر برج الساحر، باقي 2 معه 40 ثانية، راح يكون مسح بدون كلام. يهجم بكل برودة أعصاب. كفو 97%، 98، 99، 17 ثانية. يلا، والملك يدمر الوزرد الأخير 99، 100%. أسطوري يا حبيبي، أسطوري.